بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هيبقى فيديو حلو جدا، حاباكم تسمعوا لي النهاية. هنتكلم ان شاء الله النهارده في انواع الكتاكيت البيضاء فتفعلوا كده بالفيديو، حطوا لنا اللايك على الفيديو علشان ان شاء الله اول ما انزل فيديو يبدا يوصل لحضراتكم. هتكلم معاكم النهارده عن كتكوت القب. ده كده اللي انا جايباه، ده كده كتكوت القب. هتكلم معاكي الاول في مميزات كتكوت القب. حلو جدا، من ارقى واحسن السلالات اللي انت ممكن تشتغلي بيها اللي هو كتكوت القب. كتكوت القب بيتميز معاكي بايه؟ بمنطقه الصدر، ان هي الصدر عنده عريضه، يعني اول حاجه بيرمي لحم في منطقه الصدر. انت كده بصي بتشوفي الفرخ كده، ممكن تقولي ايه، لا ده مثلا الفرخ ده كيلو ونص، بس تتفاجئي لو انت حاطاه على الميزان تلاقيه مثلا كيلو 800 داخل على 2 كيلو. علشان خاطر منطقه الصدر عنده زي ما قلت لكم بترمي لحم كتير. فهو حلو قوي قوي كتكوت القب ده. طيب كتكوت القب ده عيوبه ايه بقى؟ عيوبه ان هو مش بيستحمل درجات الحراره العاليه. يعني كمان لو انت عندك المكان صغير وجبتي شويه كتاكيت كده، كتكوت القب ده ما بيستحملش، يعني بصي بيفرهد معاكي بسرعه من المكان الصغير والدرجات الحراره العاليه والكلام ده كله. طيب حاجه كمان من مميزاته برضو ان هو بيستجيب معاكي العلاج. يعني لما تيجي مثلا تدي علاج بتبصي تلاقي المناعه عنده حلوه، بيستجيب معاكي العلاج. وده برضو عن تجربتي في كتكوت القب. الناس اللي هتقولي طب انا بجيب مثلا كتكوت القب وابص الاقيه مثلا بيتعب ما بيستجيبش للعلاج، انت جايبه منين؟ اهم حاجه المصدر. لو انت عرفتي تجيبي كتكوت شركات، بصي هيبقى 10/10. يعني ممكن تذبحي على الشهر كمان كتكوت القب ده ويوصل معاكي الاوزان تعدي ال 2 كيلو. ودي برضو عن تجربتي، عشان في ناس كتيره تقول لك لا ازاي يجي على الشهر ويبقى 2 كيلو. لا، بيجي على الشهر عندي وبيعدي كمان ال 2 كيلو. كتكوت شركات، كتكوت محترم، هيظبط معاكي ان شاء الله في الاوزان وفي كل حاجه. طيب عيوبه ما بيستحملش درجات الحراره العاليه. لازم تكوني انت فاهماه، يعني انت لازم تكوني بتعرفي تتعاملي معاه. ما ينفعش ان انا مثلا عندي مكان على السطح وانا شايفه ان الفراخ بتفرهد معايا كده بسبب الحر، فما ينفعش ان احنا هنجيب الكتاكيت ونبدأ نحطها في درجات حرارة عالية. لازم نكون مظبطين كل حاجة. كنا حاطين مروحة في الأوضة بتاعة الأرانب على السطح، مركبين مروحة. فانت لو قدرتي تظبطي الكلام ده كله مفيش مشكلة. فتحتي برضو شباكين، كلام من ده. المهم ان انا عايزاكي تظبطي درجات الحرارة، هتعرفي تتعاملي ازاي مع كتكوت القب. تمام، ده كده اول نوع معايا. تاني نوع وانا ما احبكيش تجيبيه اللي هو كتكوت الرص. طبعا في ناس كتيرة بتجيبه بتبصي تلاقي مش بيتظبط، بيتأخر معاكي كتير، يعني تبصي تلاقي وكمان ما بيديكيش الوزن اللي كتكوت القب بيديهولك. طيب مميزاته ايه بقى؟ ان هو بيستحمل درجات الحرارة، يعني في درجات الحرارة لو عالية بيقدر يستحملها الكلام ده كله. كمان بيرمي لحم في منطقة الورك، مش بيرمي في الصدر خالص. يعني هو بتبصي تلاقيه صدره عادي، بس الورك عنده بيرمي لحم فيه كتير. وكمان بيستحمل معاكي زي ما قلت لك درجات الحراره مش زي القب. يعني انت لو جايبه شويه رز كده وحطاهم مع بعض عادي، ممكن ان هو يعرف يتعامل والكلام ده كله. ومن عيوبه كمان معاكي ان هو مش بيستجيب للعلاج بسرعه معاكي، بتبصي تلاقيه بيتاخر كمان في الاستجابه بتاعه العلاج وبيتاخر معاكي بقى في الوزن. فما انصحكيش ان انت تجيبي الرز ده، وده برضو عن تجربه، يعني ده برضو عن تجربه. تمام. طيب تالت كتكوت برضو حابه اتكلم معاكم عليه، كتكوت الافيان. كتكوت الافيان ده بس لازم يكون افيان 48. تمام. حلو برضو، بيقاوم معاكي الامراض، بيرمي لحم كويس، برضو بيديكي لحم كويس. بس كتكوت الافيان الشركات، دايما بقولك كتكوت الشركات بيكون مختلف خالص عن كتكوت الاهالي. تمام. فانت لو عرفتي تتعاملي في كتكوت يكون كتكوت شركات طبعا هيكون كويس. حاجه كمان بيقاوم معاكي الامراض برضو، بعكس اي بقى افيان تاني. يعني انت لو جبتي افيان محلات، لا ده بتبصي تلاقي معاكي من اقل حاجه بيتعب معاكي، او اللي هو الافيان اللي هو الاهالي ده. تمام. فحاولي دايما ان انت تكوني جايبه كتكوت يكون كويس. تمام. عامة يعني أي كتكوت أهالي ده بيكون متعب جدا، وبتقعدي تصرفي فلوس كتير وعلاجات كتير، وكمان في النهاية وبياكل وبيشرب، وفي النهاية ما بيديكيش أي أوزان. تمام. دايما سعر القب بيكون أعلى شوية من سعر الكتكوت. أي أنواع كتاكيت تانية، بس برضو ما بتكونش فيه ناس برضو بتبيع ده زي ده زي ده زي ده. فأهم حاجة المصدر اللي انت بتجيبي منه الكتكوت. تمام. هكمل ان شاء الله معاكم في فيديو تاني بقيه الانواع الثلاثه اللي باقيين في فيديو تاني لوحده باذن الله.
طيب انت جبتي اهوت كتكوت، تبداي تظبطي درجات الحراره. قايله لكم قبل كده سواء صيف سواء شتاء احنا ما بنتعاملش ولا بصيف ولا بشتاء، احنا اهم حاجه درجه الحراره تكون مظبوطه عند الكتكوت اول ما بتستقبليه. يعني بتستقبليه كده على درجات حراره معينه، المهم ان الكتكوت يبقى متفرد معاكي، الوضع تمام، الكتكوت ما بينهكش. اول يوم استقبال الكتاكيت ده بيكون بتطلعي وبتنزلي وبتطلعي وبتنزلي عشان تشوفي انت مظبطه درجات الحراره، تبداي تفتحي شويه، تبداي تقفلي شويه عينك على الكتاكيت. لو انت ظبطتي اول يوم كده هتبصي تلاقي ان شاء الله باذن الله الدنيا مشت معاكي زي الفل. اول اسبوع ده بيبقى اهم اسبوع في عمر الكتكوت عندك، ظبطتي الدنيا ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك هتاخدي انتاج كويس، وهتاخدي كمان ان الكتكوت ما يتعبش معاكي. ونبدا بقى بدل مثلا ما احنا بندور على خلطات لزياده الوزن، بنبدا ندور على خلطات ان ازاي نعالج الكتكوت ده من الاسهال، ازاي ان احنا الكتكوت مثلا جاله برد الكلام ده كله. طب ليه انا اجيب كتكوت شركات، كتكوت محترم من الاول يستحمل معايا. حاجه كمان ابدا اظبط معاه درجات الحراره، دي اهم حاجه برضو بعد الكتكوت الكويس. الفرشه الكويسه، المكان الكويس، لازم يكون برضو مكان ما يكونش فيه نسبة الرطوبة عالية، الدنيا تكون مظبطة معاكي. ما عندكيش مكان، ظبطي ركنة كده في البلكونة، اعملي لك بطارية في البلكونة، المهم ان انت تظبطي كل حاجة. وقلت لكم قبل كده مثلا بس احنا دلوقتي طبعا يعني نعتبر في الصيف بقى، في الشتاء اعملي ستاره في البلكونه بحيث ان انت تقفلي برضو تيارات الهواء الكلام ده كله، والله يبقوا زي الفل معاكي. فانت حاولي ان انت تشوفي انت المكان عندك ايه، درجات الحراره عندك ايه، علشان تعرفي انت هتجيبي كتكوت. حاجة كمان برضو عايزاكي تاخدي بالك منها ونقطة مهمة جدا جدا، اوعك تفكري تجيبي كتاكيت بيضة، خاصة الكتاكيت البيضة من الباعة المتجولون. دي حصلت معايا والله العظيم، ودي عن تجربة. جبت كتاكيت وكانت اغلى بكتير بكتير كمان من اللي من عند الدكتور البيطري، وقعد بقى يحلف لي ده كتكوت بصي شركات وي وي. ماشي يا عم هات، وجبت منه وراح جابهم لي. ولما جابهم كانت من أسوأ تجربتي في الكتاكيت البيضة. فما تتخدعيش في ان انت الناس اللي بتعدي، اولا الناس اللي بتعدي دي الكتكوت اصلا بيبقى محتاج درجات حراره معينه، متخيله بقى ان هو طول الوقت في العربيه، او مثلا شوفي بقى هو البائع المتجول يعني بيبقى ماشي ازاي. فطبعا الكتكوت بياخد معاه برد وبياخد معاه طشمه ممكن كمان، لان درجات الحراره مش متظبطه، في اسهالات، الدنيا مش تمام، هو عايز يبيع وخلاص. وانتي خلاص يعني ايه بتقولي مثلا ساعات ايه، خلاص الكتاكيت موجوده هي اجيبها وخلاص، بدل مثلا ما اروح لدكتور ولا كلام من ده. لا، ده انا عندي اخد مواصله واروح للدكتور واشتري منه احسن. ليه؟ انتوا شايفين دلوقتي العلف غالي جدا جدا، كل حاجه غاليه، فما ينفعش ان احنا نجازف بقى. يعني ما ينفعش ان انت مثلا ايه تجازفي وتجيبي اي حاجه، لا، لازم يكون زي ما قلت لك من مصدر يكون ثقه، اهم شيء. ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا القناه وحطوا لي لايك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.